سلام. اليوم ان شاء الله غادي ندخلوا في الوصفه مباشره باش نحمسكم بزاف وما نكثروش الهضره بزاف. غادي نديروا واحد التحليه ولا كيك بارد ولا ساهل ماهل غير بعلبه كاطو وشويه تاع حليب. هنايا في طاوه تجيبي ديروا زوج كيسان تاع حليب يكون سعه الكاس 220 ملي سوائل، 3 كيسان تاع سكر، مغرف صغيره تاع لافاني. طبعا هذا الخليط غادي نجمعوا به البسكوي. غادي نزيدوا 3 ملاعق كبيره تاع كاكاو يكون بني غامق، ماشي اسود وماشي البني فاتح، بني غامق كما راكم تشوفوا. ويكون طبعا يكون ريحته مليحه. طبعا هذه الوصفه ما درت لكمش لقطه تاعها في الاول، غادي تبعوا معايا الفيديو حتى التالي باش تشوفوا النتيجه، غادي تنبهروا بها. والبنه ما نقول لكمش على ضمانتي، الا كان عندكم صوالح ولا ما عندكمش روحوا شروهم وديروا هذه الوصفه ما تندموش عليها اطلاقا. هنا نخلطوا كامل هذه المكونات بارد في بارد. غادي نزيدوا زوج ملاعق كبيره تاع مارغرين كما راكم تشوفوا. طبعا هذه المكونات البسيطه اللي ما عديناش كلها تقريبا موجوده في كل بيت. المارغرين ولا الحليب ولا الكاكاو ولا السكر العادي. عليك غير تشري بسكوي البسكويت طبعا وهذوك المكونات القليله اللي قلت لكم عليها. هنا تحطهم فوق النار تخلوهم يتقالوا حتى يغلي معاكم المزيج. هنا يخلوه يغلي، ولكن مره على مره تحركوا ما تغفلوش عليه. هنا عندي زوج علب تاع لا علبه ونص تاع بسكويت. عندي علبه من ذوق الفاني كما راكم تشوفوا. هنايا ما تقيدوش بهذا النوع تاع البسكويت، انا هذا كان موجود معايا. ممكن ديري اي نوع بيمو ولا داك مدور ولا ذوق الشوكولا كيما تبغي. انا هنا درت شويه ماكاو، كانت عندي نص علبه وعلبه من تاع لافاني. فتتهم هكا قطع يكون كبيره، ما تفتوش بزاف وما تطحنوش بزاف. هنا بعد ما غلا معايا الخليط كما راكم تشوفوا، غادي اختياريه ممكن تزيديها ممكن ما تزيديهاش. هذه 6 قطع تاع شوكولا، يعني في الغرام تاعهم 40 غرام ولا ممكن 50 غرام كيما تبغي. اللي يبغي البنه اكثر وكثر ديري علبه كامله مقفوله تاع 100 غرام باش تحصلي على بنه زياده. ولكن بهذا المقادير بهذه المكونات غادي تجيكم ولا اروع. هنا نخلطوهم مليح، ولكن ما قلتلكمش على الخليط لابد يدفى. ما ديروش ابدا ساخن، خلوه صبروا عليه خلوه يبرد شويه ولا يدفى باش تكبوه فوق الخليط. اذا درتوه حامي بزاف غادي كامل هذاك يترول لكم هذاك الخليط تاع البسكوي. كما قلت لكم ديروا قطع كبيره لانه عندهم التخلط غادي يزيد يتفتت معاكم. جيبوا اي ساشي هنايا ديروا كميه بشويه وزيدوا. انا هنا الامانه بقات لي شويه من داك الخليط الاول. اذا كان عندكم كميه كثيره تاع بسكوي ممكن تضيفوا البسكوي وتزيدوا تكملوا كامل الخليط تاع الحليب والشوكو والكاكاو اللي درتوه. اذا كان عندكم كميه اللي درتها انايا تاع البسكوي اكتفوا غير بشويه تاع كيما نقولوا الخليط اللي درته لكم. ولكن ما تكثروش بزاف، ما ديروش جاري. هنا بغيت ندير الشكل تاع رولي كيما راكم تشوفوا. جيبوا ساشي ولا بابي فيم ولا كيما تبغوا اللي موجود معاكم ورولوه كيما راكم تشوفوا هنايا وزيروا عليه. اذا بغيتوا ديروا بشكل قالب تاع كيك دبروا ريسانكم ديروا فيه قالب تاع كيك. انا هنايا بغيت نديره رولي يجيني الشكل تاع شباب باش نغيروا شويه، لانه هذه الوصفه تلقاوها في القناه تاعي هكا بشكل مختلف وبمكونات مختلفه، ولكن النتيجه تقريبا نفسها. البنه هي هنا باش نزير هذا الرولي تاعي. كانوا عندي هادو تاع اللي يحكموا بهم الحلويات ولا كيما تبغوا ديكور، ولا بغيت نزير بهم هذا الساشي لانها كانت تنتحلي باش نتحصل على الشكل تاع رولي يكون شباب ومزير. هنا اذا كان عندكم الومنيوم ديروا الومنيوم خير باش يتزير معاكم. انا كان عندي غير بابي كويسون، زدت بابي كويسون زيرت منه ونديروه في المجمد ولا في الثلاجه. اذا كان عندكم الوقت دخلوه في الثلاجه ليله كامله، ولا ديروه ساعه ولا في المجمد حتى تماسك معاكم هذا الكيك. هنا بعد ما تماسك معايا الكيك نجو للتزيين. هنا التزيين تاني كما قلت لكم على اختياري وعلى حسب الشيء الموجود معكم. نقلعوه بالمصاشي تاعها غير بشويه. هنا حاضروا عليه باش ما يتخسر لكم الشكل لانه كل شيء راه على الشكل. هنا غير بشويه وحاضروا عليه. هنا كما قلت لكم على التزيين عندي شويه تاع نواه كوكو جوز الهند. اذا كان موجود معكم كوكاو ممكن ديروا كوكاو يجي شباب او غوفريت، او بغيتو تفرغوا عليه الشوكولا كيما تبغوا. انا بغيت ندير هذا التزيين غادي يتناسب بزاف ذوق النواه كوكو مع الشوكولا يجي بنه ولا اروع. نفرغوا كميه تاع نواه كوكو كيما شفتوني في البلاستيك ونرولو عليها هذاك الرولي هكا باش يلصق مليح هذاك نواه كوكو في في البودان تاعنا ولا الرولي تاع الكيك تاعنا. طبعا الامانه هذا الكيك سموه ليزي كيك، طبعا كاين بزاف اللي يعرفوه. غادي نحطوه في البلا اللي غادي نقدموه فيه ولا اللي غادي نقطعوه فيه.
هنا نوخروا نواه كوكو زائد. وكان لمسه اخيره تزيينه كما قلت لكم اختياريه، اذا بغيتوا ديروها ديروها، ما بغيتوش ما ديروهاش. شويه تاع الشوكولا ذوبتها ودرت خطوط عشوائيه كما راكم تشوفوا هكا من الفوق تزيين اضافي. هنا كما قلت لكم هذه هي الكيكه البارده ولا الرولي بارد بالبسكوي، ما احتاجيناش لا فرن لا اي حاجه، كل شيء ساهل في الساهل، ومكونات بسيطه وفي وقفه ممكن ديريه وتحضريه ويستمتعوا به، غادي يعجبهم بزاف كيما انا يا ولادي. عجبهم بزاف هذا الكيك، وقالوا لي زيدي ديريه لنا مره ثانيه وثالثه. هنا نعاودوا نرجعوه في الفريجيدان في الثلاجه يبرد مليح. طبعا هذا البنه تاع هذا الكيك يكون بارد، غادي يجي واحد البنه ولا الانتعاشه فيه يجي شابه بزاف، وهذوك المكونات كامل غادي ينسجموا مع بعض ويعطونا نتيجه رائعه بزاف. هنا نقطعوه قطع كما راكم تشوفوا، تكون شويه مليحه كما راكم تشوفوا. انا تحصلت على 10 قطع كما راكم تشوفوا بهذا السمك، يعني كميه العباس بها. هذه هي النتيجه امامكم، راها نتيجه ولا اروع، راها تتحدث بلا ما تهدر. ان شاء الله. والبنه اكثر واكثر اكثر من الشكل تاعها. البنه راهي مضمونه كما قلت لكم، الا كان عندكم هذو الصوالح غير روحوا ديروها على ضمانتي، وولوا الفيديو ردوا لي الخبر. واكيد ما تنساوش جيم الفيديو، تخلوا لي هكا تعليق شباب هكا ومشجع، باش نزيد ندير لكم نواصل في الوصفات كما هذه اللي تكون بنينه اقتصاديه وسهله، ان شاء الله تعجبكم تعجب اولادكم باذن الله. خليكم مع هذه الصور هنايا دائما في الاخير نشوفوا النتيجه كي دايره. انا غادي نقسم لكم قطعه باش تشوفوها، تشوفوا المصداقيه. الشكل راه قدامكم راه باين، بصح البنه رائعه بزاف وعلى ضمانتي. ديروها ما تندموش عليها باذن الله. كما نقول لكم قلت لكم غادي نخليكم تشوفوا هذه الصور الاخيره. نلقاكم في فيديو قادم ان شاء الله. نقول لكم بقاو على خير، تهلاو في رواحكم، سلام.